عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبائي الكرام، رب الأنام في كل مكان، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقى في أفضل حال إن شاء الله رب العالمين. بعمل لك أنا الفيديوهات إن أنت إزاي تظبط مكانك، إزاي تشتغل، تعمل إيه. فإن شاء الله رب العالمين هكلمك في الفيديو ده إن أنت النهاردة بتنقي الأرنب بتاعك أو بتجيب السلالة. طبعا أنت جهزت المكان وقلت لك تجيب إيه وتشتغل إزاي والدنيا تمشي معاك ازاي. طيب اما اجي اجيب سلاله ارانب اعمل ازاي او اشتغل ازاي علشان القطيع عندي يبقى الدنيا ماشيه معايا كويس ويبقى القطيع تمام. هقول لحضرتك، فيه ناس بتقول انا اجيب النيوزيلندي واشتغل بيه، في ناس بتقول انا اجيب الهاي بلاس، في ناس بتقول انا اجيب البوبي. عايز اقول لحضرتك معلومه مهمه جدا قوي 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 في الفيديو ده. بوبي، شنشيلا، ابيض، بوسكت، كل الكلام ده على دماغي. بس النهارده في المزارع او في الاماكن اللي احنا فيها او في الدنيا اللي احنا فيها قليل قوي اللي بيعمل حاجه اسمها خط انتاج، وهشرحها لك الوقت. فانت لما بتروح اشتري اي لون، اشتري بوبي. ما تركزش ان انت عايز بوبيان بس، ما تركزش ان انت عايز كذا بس. اهم حاجه تعرف ان انت بتجيب من مكان موثوق فيه، من عند حد بيراعي ربنا وبيراعي ضميره. بس دي اهم ما في الموضوع. مش مهم الارنب نوعه ايه، المهم ان انت بتجيب من ناس بتربي ازاي، السلالات عندها شكلها ايه، الدنيا تمشي معاها ازاي. اولا انا بنصحك، انا لو انت ما يعني انا مش بقول لك عشان تقول لي مثلا او تعلق لي تحت الفيديو انت عندك ارانب وانا جاي اخد من عندك، لا ابدا. في ناس من بعيد جدا يعني من الصعيد مثلا مش هيجي ياخد ارانب من هنا، بس انا بقول لحضرتك الدنيا تمشي ازاي. انت بتعرف الاول اعلى مناعه، فبيبقى النيوزيلندي. معروف ان الارنب النيوزيلندي اللي حجمه قليل ودانه قصيره مناعته قويه جدا ضد الجرب وضد الامراض، مناعته قويه جدا. تمام، انا اجيب نيوزيلندي واجيب بوبيان. البوبيان معروف ان هو مربيه وام كويسه وبتطلع عيالها كويس ومش عارف ايه، واجيب بوبيان. تمام، وده اكيد هي طالما شكلها بوبيان او لونها بوبيان اكيد فيها صفات البوبيان، اكيد يعني. حتى لو فيها الصفات قليله بس هيطلع منها الصفات البوبيان اللي انا بقول لك عليها دي. طيب الهاي بلاس مثلا، الانتاج بتاع اللحم بتاعه سريع والتحويل بتاع اللحم بتاعه سريع، واغلب الامهات 10 حلمات في الصدر، ومتهجن من كاليفورنيا ونيوزيلندي وبوسكت. اقوم اجيب هاي بلاس، انا اجيب هاي بلاس واجيب بوبيان واجيب نيوزيلندي اللي هو زي ما قلت لحضراتكم اللي هو حجمه قليل ده، واجيب شنشيلا واجيب كذا واركب الحاجات دي على بعضها. المهم عندي ان انا بجيب من مكان كويس وان الارنب سليم، مفيش فيه جرب، مفيش فيه تسمم، مفيش فيه الحوض بتاعه كبير، الام نظيفه، الشعر سايح، كل حاجه المواصفات اللي احنا قلناها قبل كده لحضراتكم. واجيب الحاجه ديتي واجيب مثلا ذكرين مثلا دم عالي، او اجيب ذكرين. انا انصحك في الذكوره يعني خليك على ناحيه الهاي بلس شويه. هاي بلس ما شاء الله بيرمي احجامه حلو يعني. وهتجيب لك ذكرين 3 هاي بلس على الانواع اللي انا قلتها لك دي كلها، وتشتغل عليها وتبدا تطلع من عندك من مزرعتك. لان يا جماعه انت جبت من عند محمد حسان او من عنده فلان او من اي حته، جبت مثلا 50 20 بتشغلهم عندك، وانت شغال بتاخد منهم الاحسن والافضل، وبتعرف تعمل لهم عمليه انتخاب سواء من عندي او من عند اي حد. بتنتخب وانت شغال، الام دي كويسه، الام دي رضعت عيالها وطلعتهم، الام دي خصوبتها كويسه، الام دي قليله الامراض ما بيجيلهاش امراض، الام دي كذا، الام مواصفاتها حلوه معايا، بشتغلها على جنب، بعمل لها انتخاب. الذكر ده ما شاء الله فيه بذره وعياله بيجوا احجام كويسه، بشتغل الذكر ده على جنب والام دي على جنب ايا كان لونها وايا كان شكلها، وابدا اطلع من ورا منها البرابر واوسع على نفسي في مزرعتي منها. يبقى انا كده بعمل انتخاب وانا شغال، بعرف الامهات. انما انا مش هقول لك كل الارانب اللي انت هتجيبها من عند اي حد وحشه، ومش كل الارانب اللي هتجيبها من عند حد حلو. المهم ان الارنب مواصفاته ايه، مواصفاته ان انت جبت كذا نوع معروفين، مثلا ذكوره هاي بلس ودون، وركبته على بعضه وبيديك بقى بعد كده الهجين كله والدنيا بتمشي معاك. والارنب يبقى شعره سايح وما فيش فيه جراب وما فيش فيه امراض ويبقى اموره كويسه. ده تشتغل انت بقى وتبدا تعمل لنفسك عمليه انتخاب. مش لو عندك نتايتين، لو جبت نتايتين وذكر بتنتخبهم، النتايه الاحسن بتسيبها والثانيه بتطلعها وبتجيب مكانها، وبتقعد شغال كده تنتخب لحد ما بيبقى عندك قطيع كويس خاص بك انت
باسمك انت، انه طلع بقى عندك الامهات بترضع، الامهات فيها خصوبه، الذكر كويس، ما بيجيلهمش جرب كتير، المناعه حلوه. ده كله بيعتمد على ان انت بعد ما بتاخد القطيع بتنتخبه. ده كلام انا بقوله لك بما يرضي الله. الناس اللي بتشتغل خط انتاج، طبعا الخط الانتاج ده حاجه تانية خالص. يعني خط الانتاج ايه؟ بجيب نوع واحد معين وبروح اشوف المزارع الكبيره المختصه فيه، وبروح اجيب النوع واحد بس المعين وبشغله بس على بعضه وبطلع السلاله دي بس. ده اسمه خط انتاج. يعني ايه خط انتاج؟ او يعني ان انا ما بدخلش الارانب دي. مثلا جبت خط انتاج كله هاي بلس، ما بروحش اجيب في وسطهم نتايه بوبيان، ما بروحش اجيب في وسطهم ذكر بوبيان، كلهم بيبقوا نوع واحد بس. ده بتبقى ناتجه. يعني انا هتقول لي مثلا ده انا عايز اعمل بوبيان بس، هتاخد وقت كتير عما تعمل الحكايه دي. انما المتاح فيه حاجه اسمها فلاين متاحه، فيه اسكندريه متاح، فيه اللهم صل على النبي الهاي بلس متاح، تعمل منه خط انتاج بس وهو بس اللي يشتغل مع بعضه. ده ممكن. بس انت نصيحه مني، الخط الانتاج بيبقى معمول في مزارع كبيره، بيبقى فيه اشراف طبي، بيبقى حاجه تانية، يعني بياخد تنظيم تاني واتجاهات تانية. انما انت كمربي مبتدئ وعاوز المشروع يمشي معاك، بتجيب اللي بقول لك عليه، اللي انا بقول لك عليه من كل الانواع، وبتعمل انتخاب. اهم حاجه بتشتري من عند حد عنده ضمير وما بياخدش تصفيات مزارع ويلم تصفيات المزارع ويبيعها للناس والكلام ده. بيطلع من عنده، وعنده السلالات مثلا 5 شهور، وانت بتاخد كل الانواع وتركبها على بعض. ما فيش مانع ان انت تجيب من عندي 1 و2 و3 برضه، وتركب السلالة على بعض وتتاكد انه بيحصن، وتتاكد ان هو ماشي سليم، عشان انت اما تاخد تبدا تمشي واحده واحده والامور تمشي معاك بما يرضي الله. انا كده شرحت لك تجيب ارنب شكله ايه، ما قلتلكش لازم تروح تجيب ارنب بمواصفاته كذا، او زي ما انت بتسمع كده الدم العالي واروح اجيب دم عالي. يا حبيبي انت تشتغل الاول، ربنا يوسع عليك الاول. ونصيحه لوجه الله، لو انت حتى معاك فلوس، يعني لو انت معاك فلوس وحالتك كويسه، هات 20 ام بس مثلا كده، وايه و5 ذكوره، وامشي معاهم واحده واحده وتعلم واعرف، وهتخش على النت وتعرف. ما تروحش انت معاك فلوس او داخل جايب 100 ام. ودايما الحسابات على الورق ان المشروع كسبان 100%. انا بقول لكش هو بيخسر، انا بقول لك المشروع كويس، بس الحسابات على الورق ما فيهاش امراض، ما فيهاش نافق، يعني ما فيهاش مرض كذا، ما فيهاش مرض انت ما انتش عارفه. لا لا، الحسابات على الورق حاجه والعملي حاجه. فعلشان اطبق اللي على الورق عملي، ما اروحش اقوم جايب 100 ام وانا مثلا لسه مستجد، الدنيا هتبوظ مني، واجيب مثلا 20 ام على قدي وابدا اتعلم فيهم، واسال محمد حسان، واسال فلان، واسال الناس اللي على، واخش اتفرج على اليوتيوب واعرف واتعلم، ويبقى عندي حد مصدر ثقه ان انا اكلمه وهو يمشي معايا واحده واحده. دي ما فيش فيها مشكله. ولو انت من اي مكان انا تحت امرك، عشان برضه حضرتك يعني من اي مكان على الاقل تحت الفيديو قول لي انا عايز امشي معاك واسالك واحده ال 24 ساعه ابقى معاك، حتى لو انت من بعيد عني ومش هينفع نتعامل مع بعض في اي حاجه. ده رقم 1. يعني انا يبقى كده قلت لك المكان يبقى شكله ايه، اجهز الدنيا عامله ازاي، بعد كده اجيب الارانب شكلها ايه، السلاله نوعها ايه. لان يا جماعه كلمه سلاله مش معناها ان سلاله ان انا البوبيان بقى سلاله لوحده، لا يمكن. اي حد يقول لك غير كده، ما انا بقول بيرضي الله. السلاله في مصر كلها هاجين بوبيان على كذا على كذا، كله داخل على بعض، ما فيش حاجه مصفيه او هي تعتبر شغاله بخط انتاج لوحده، الا حاجه زي الهاي بلس مثلا. حتى اسكندريه فيه 3 الوان، ما فيش فيه لون واحد. يعني اسكندريه فيه اسود واصفر ولون الجبلي. كل الكلام ده ايه زي ما حضرتك عارف، امورها بتبقى ماشيه ايه زي الفل. انما ان انت مثلا تعمل سلاله واحده او دنيا واحده او حاجه واحده، هتروحوا للمزارع الكبيره، هتروح للمزارع الكبيره وتنظم العمل في الحكايه ديتي والامور تمشي معاك لو انت عايز تشتغل بخط انتاج. انما اللي انا قلته لك ده نصيحه لوجه الله به، عشان امورك تمشي وتبقى حافظ انت بتعمل ايه. وان شاء الله اشرح لك في الفيديوهات الجايه كمان اكمل اعمل ايه مع موضوع العلف، واعلف ازاي والدنيا تمشي ازاي. انما هتيجي تقول لي تنصحني بعلف ايه، اقول لك انصحك بعلفي اللي انا بعمله، علف مزرعه حسان. انصحك بيه لو انت في اي مكان في الجمهوريه وتعرف تيجي تاخده او تعرف تاخد منه نقله، انا على دماغي. لان العلف ده انا اللي بعمله، وانا اللي شايف جواه ايه وعارف هو نظامه ايه وفي مزرعتي ماشي ازاي. قدامك الارنب اهي بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه ربنا يبارك اهو. يعني ده شغلي اهو، ده دنيتي، ده بياكل علفنا، ده اللي انصحك بيه. انما اي علف في السوق انا ما اعرفش هو نظامه ايه، انا ما اعرفش احكم الا على علفي بس. تحياتي للجميع،
دايما مشرفيني ومنوريني في مزرعه اخوكم محمد حسان. هستنى التفاعلات بتاع حضراتكم والتعليقات، واي حد عنده استفسار بيكتب لي تحت الفيديو وانا برد عليه. تحياتي لكل الناس، ويا رب دايما من نجاح لنجاح، ودايما مشرفيني في مزرعه اخوكم محمد حسان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.